يا رجلي. يا ابني استحمل شويه. مش قادر. ابوك نزل يجيب لك الدكتور، زمانه جاي. مش قادر يا ماما، مش قادر. هو الدكتور ده اتاخر كده ليه؟ اهو الدكتور جه. روح يا ناديه افتحي اوام. حاضر يا ماما. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اي خدمه؟ اسف، هو توفيق موجود؟ نقول له مين؟ انا صاحبه ابراهيم. ايوه بس يا رجلي. ايوه توفيق ماله؟ اصله وهو طالع السلم اتزحلق وقع على رجله ورمت. يا طب تسمح لي اشوف؟ اتفضل. ايه يا تيفا؟ مالك يا تيفا؟ رجلي يا ابراهيم، رجلي. الف لا بأس عليك يا تيفا. طب استنى تعالى هنا، مدد على الكنبه كده. ايوه كده. استحمل يا راجل. ايوه كده استحمل. اسمع، انا هنزل اوام اجيب لك تاكسي. تاكسي ليه؟ ده بابا راح يجيب له الدكتور. والدكتور هيعمل ايه؟ ده توفيق لازم له اشعه وجبس وحاجات زي كده، ولازم يروح المستشفى العسكري. مساء الخير يا ابني. مساء النور يا طنط. بتقول لازم يروح المستشفى العسكري؟ ايوه يا طنط، هناك في كل الاستعدادات، ممكن يعملوا له اشعه على طول ويتعالج على اساس. بس يا ابني ده ابوه راح يجيب له الدكتور. ايوه يا عبد الحميد، فين الدكتور؟ لفيت على كل دكاتره العظام ومش لاقي حد في عيادته في الوقت ده. اهلا وسهلا يا ابني، هو حضرتك؟ ابراهيم صاحب توفيق. رجلي انا. اهلا وسهلا يا ابني. طب يا فندم انا نازل دقيقه واحده وراجع حالا، عن اذنكم. طلعت كم الناس اللي علتش مهمه حقائق. حاضر يا فندم. يلا يا رجاله. سيد. ايوه. سليم. ايوه. زيتون. فندم. بكير. ايوه. علي. تمام. محمود. ايوه. كامل. ايوه. شوي. محدش يفرع يا رجاله. يلا يا جماعه يلا، العدو هيحصلنا. اطلعوا على نفسي. ناقص واحد يا فندم. ناقص واحد. مين؟ شوي ثابت يا فندم. طب انا هروح اجيب. مش معقول يا فندم. يعني ايه مش معقول؟ هسيب واحد من هنا عندهم. اسمع، محمود وكامل يغطوني من هنا بالنار، الباقيين يطلعوا يستنونا في اللانش. انا هاخد معايا بكير واروح اجيب شوي. يا فندم عبده، مش عاوز مناقشه في الموضوع ده. انا هروح اجيب شوي، انتوا غطوني بالنار. ألف سلامة عليك يا ابني يا حبيبي. ازاي رجلك دلوقتي؟ الحمد لله يا ماما. أول ما جيت المستشفى عملوا لي أشعة على رجلي، طلع شرخ. يا ساتر يا رب. لا ده شرخ بسيط، كلها كم يوم ويفك الجبس. الدكتور بيقول 10-15 يوم واطلع من المستشفى. الحمد لله يا ابني، قدر ولطف. عشان تبطل تطلع السلم جري يا سي توفيق. فاكر نفسك فين؟ في اختراق الضحية. نادية بطلي تريقة. حاضر. انا علشان ظروفك الصحية السيئة دي هسكت عنك لغاية ما تفك الجبس. الحمد لله. في الحقيقة انا لولا ابراهيم مش عارف كنت عملت ايه. ان جيت للحق بقى، صاحبك ده انسان شهم جدا. عشان مش كل ما اجيب سيرته تقعدي في الترياق يا نادية. اصل الناس ما بتتعرفش غير بتصرفاتهم. ده مين؟ اهلا يا ابراهيم. سلامتك الف سلامة يا تيفا. لا مؤاخذة، كنت فاكرك لوحدك. تعالى يا ابراهيم، مفيش حد غريب. دي ماما ودي اختي، ما انت شفتهم قبل كده. طبعا. ازيك يا عم؟ ازيك يا طنط؟ اهلا وسهلا يا ابني. ازيك يا انسه دي؟ الحمد لله، احنا متشكرين قوي على تعبك معانا. لا مفيش تعب ابدا يا طنط، ده توفيق اخويا، ده احنا بناكل في طبق واحد. ربنا يا ابني ما يحرمكوش من بعض. الحقيقه انت جيت يا ابراهيم في الوقت المناسب، ده احنا لو كنا استنينا على توفيق ربنا وحده كان يعلم يحصل ايه. فعلا ده الدكتور قال لي احسن حاجه عملتها انك جيت على طول. والله حكايه نقلك المستشفى دي ما جاتش على بالنا ابدا، لان كان كل همنا ان احنا نلاقي دكتور عظام. الحمد لله على كل حال. وبعدين انا ما عملتش غير الواجب يا فندم. التاجر الزماله والصداقه دي حاجه كبيره قوي. لا مش في المستشفى. محدش عارف يا خالي، لكن حسب الجواب اللي وزاره الدفاع بعتته لبابا يعتبر مفقود. يعني ايه مفقود يا سمير؟ مفقود يعني ما تاكدش انه استشهد، وبعد 4 سنين الوزاره تعتبره شهيد. انا زعلان قوي.
كلنا زعلانين يا خالد. اصل كنت بحب عم شفيق قوي، كان دايما يقعد يلعب معانا ويحكي لنا حكايات. ايه يا اولاد، سمعكم جايبين سيرة عمكم شفيق؟ فعلا يا بابا، سامي زعلان. سامي بس، كلنا يا سمير حاسين بألم كبير. يعني عم شفيق مش راجع يا بابا؟ العشم في وجه الله كبير يا سامي، والامل بابه مفتوح دايما، مش بعيد نفتح عينينا يوم كده نلاقيه في وسطينا. يلا يا جماعه، الجروبي هيضرب جمع حالا علشان حفل التخرج. يلا بعيد، يلا يا خالد. انا البيت صحيح، هي واحده هتلاقيه تحت. المهم شد حيلكم انتوا. يلا يا جماعه يلا. في مناسبه انتهاء العام الدراسي هتبيع اسماء الطلبه المتفوقين والحاطين على الميداليات الذهبيه. الشاويش محمود الشراوي ميداليه، القفازي ابراهيم الرفاعي ميداليه اختراق الضاحيه، كأس الرمايه بالطبانجه، 400 متر لبطوله القوات المسلحه، كأس كرة القدم. يا ابراهيم، اسمع منك ربنا يا سعاد. انت بقى خلصتش الحربيه زي ابراهيم اخويا، وانا كمان، ده منتهى عمل مسامح. احنا الاثنين ان شاء الله. بتقولوا ايه يا اولاد؟ لا ابدا يا بابا، بس فرحانين بابراهيم. المدرسة الثانوية العسكرية تهنئ الخريجين واتمنى لهم حظ طيب في مستقبل حياتهم العسكرية. ادخل. سعادة البيه. ايوه يا حسين افندي. في بره ضابط جيش عايز يقابل سعادتك. ضابط؟ ليه يا حسين؟ والله يا سعادة البيه ما سألتوش. ده لازم جاي بخصوص شفيق اخويا. على العموم خليه يتفضل. حاضر يا سعادة البيه. اتفضل سعادتك. شكرا. صباح الخير يا فندم. صباح النور. سيد دير رفاعي؟ ايوه يا حضرة الضابط، اتفضل. متشكر يا فندم. اهلا وسهلا. الحقيقة يا سيد بيه انا جاي لك في مأمورية بخصوص شفيق اخويا؟ بالظبط يا فندم. انا اسف. انا راجل مؤمن يا حضرة الضابط، ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. تسمح لي اعبر عن اعجابي يا فندم بالايمان الكبير ده؟ شكرا. الوزارة كانت بعتت لحضرتك باعتبارك اقرب الاقارب للاستاذ شفيق واعتبرته محفوظ. والحقيقة انا جاي النهاردة قصد الوزارة بعتاني اصحح الجواب القديم. اتفضل الجواب. وزارة الدفاع الوطني تبلغكم بأن هيئة الصليب الأحمر الدولي قد أرسلت لنا بما يفيد بأن اليزباشي شفيق الرفاعي قد أسر في معركة بئر سبع، وأنه موجود في الوقت الحالي بمعسكر الأسرة. كما أفاد مندوب الصليب الأحمر بأنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. يا ترى توفيق موجود؟ موجود، اتفضل. اهلا يا ابراهيم. ايه انت لسه ما لبستش هدومك؟ هو البس هدومي ليه بقى؟ الله انت نسيت، احنا مش رايحين الصبر. لا انا النهارده كسلان ده ايه؟ روح البس توفيق، قوم يلا ارفع ابراهيم. انا عندي فكره انما ايه هي بقى الفكره دي؟ تعالى نقعد فوق. هي دي الفكره؟ طبعا فكره. تعالى بس تعالى ايه وادي يا احمد. وبخصوص الصيد يا اخي ابراهيم، الاجازه فاضل لنا فيها اسبوع، يبقى بكره ولا بعده ناخد بعضنا ونطلع نصطاد. طيب يا سيدي. الله ايه ده؟ دي مذكرات الشهيد الباشا احمد عبد العزيز. ايوه كنت قاعد اقرا فيها. ابراهيم الراجل ده عظيم جدا. الانسان العظيم دايما بيدي قبل ما ياخد، والشهيد احمد عبد العزيز ادى كل شيء لبلده، ما فكرش في اي مكسب لنفسه. شوف يا ابراهيم، شوف الشهيد كاتب ايه في مذكراته. في الساعة 9 أول مايو
باحتلال عن المنطار، ثم دخلنا خان يونس. كان الناس ينظرون إلى معداتنا وهم يفرقون أعينهم من الذهول، وكأنهم لا يصدقون أننا هنا أخيرا. إنني فخور بروح فرقتنا. لقد سمعت جنديا من المتطوعين يقول لأحد الضباط متحدثا عن شهيدنا الأول فتحي إنه سعيد الحظ لأنه دخل في سجل الشهداء. وقفت أنظر إلى ضباطي وقلت لنفسي يحفظهم الله جميعا. وأعترف أني شعرت بالحزن عندما سألت نفسي ترى أيهم، وسمعت شيئا في داخلي يهتف بي قد تكون أنت. يا سلام، ده أنا كنا قلبه حس. تعرف يا توفيق، الراجل العظيم ده أثر فيها تأثير كبير قوي. فعلا أثر فينا كلنا يا إبراهيم. كلنا بنشعر في أعماقنا من جوه إن أحمد عبد العزيز كان بيجسد القيم والآمال الكبيرة اللي دايما بتعيش جوانا في أعماق شعبنا الطيب. فعلا فعلا يا إبراهيم. اسمع يا توفيق، أيوه اديني المذكرات دي، أنا عاوز أقراها كلها. أنا يعني كنت بقول إنك تقدم برضه في كلية البوليس. ما أنا داخل حربية يا بابا. يا ابني كلها مواقع في خدمة البلد. أنا شايف إنك تقدم وبعدين أنت اللي هتقرر. خلاص يا بابا، إن كان على كده أقدم في البوليس. ما تسيبه على كيفه. وهو أنا عمري أجبرته على حاجة. أنا مربيه هو وأخواته على التفكير في كل شيء يخصهم، وبعد التفكير والدراسة هم اللي ياخدوا القرار. بالظبط كده يا بابا. يا ابني ما حدش يعرف الخير فين، اهو العد في التفكير والرب في التدبير. اتفضل حضرتك يا بابا، روح بالسلام. انا عارف سجلي كويس، احسن طابور الجمع فاضل له 5 دقايق وما تنشغلش عليه. انا يا ابراهيم يا ابني عمري ما اتشغلت عليك، لانك دايما راجل واعتمد عليك وبتعرف الصح فين. ربنا يخليك لنا، احنا عرفنا الصح من حضرتك لانك دايما مثلنا الاعلى. طيب انا اروح بقى اطمن ماما. انت عارف بقى قلب الام، بص ايديها يا بابا وخليها تدعيلي. دايما دعيا لك يا ابراهيم. كل طالب يطبق قاعدة التنشيط. هنحط سن نملة الدبانة في منتصف اسفل الغرض وباستقامة لأعلى. هنتبع الصفارة، كل طالب يكتب نفسه، وما تنساش وانت بتضرب التتك له ضغطتين. خلي بالك، ارقص، ركز على الهدف امامك. ما تستعجلش يا نمرة 3، مفيش حد يجري وراك. المهم تطبق قاعدة التنشين والطلقة تيجي في اللوحة. المهم تطبق قاعدة التنشين والطلقة تيجي في اللوحة. اوقف في الضرب، انهض، يلا كل واحد يجيب تختته. نمرة 1، اسمع. صلي الصاروخ علي كامل يا فندم. الضرب بتاعك مباحث، انت ما طبقتش قاعدة التنشين كما يجب. المرة الجاية تحافظ على النقطة اللي بتنشن عليها. الطالب نمرة 2، اسمع. طالب تيمور بكير يا فندم. مش بطال يا طالب. نمرة 3، انت اول واحد خلص الذخيرة، كنت مستعجل. اسمع. طالب ابراهيم سيد رفاعة يا فندم. وريني تختتك يا متسرع. حاضر يا فندم. اهدى، في حاجة يا فندم؟ الضرب عظيم، ال5 طلقات في اصغر دايرة، ده ضرب واحد محترف. انت كنت بتلعب رماية قبل كده؟ ابراهيم انت نمت؟ لسه. ليه يا سامح، في حاجة؟ لا ابدا، بس كنت عايز اسألك سؤال. اسأل يا سامح. عمي شفيق حكالي كتير عن ايام الحرب في فلسطين، وانا عارف انه شجاع. طيب ليه اتأثر؟ ليه ما كسبناش؟ عمك شفيق فعلا راجل شجاع، وزملائه كلهم زيه. صحيح احنا ما نعرفهمش، لكن هتلاقيهم كلهم زيه. طيب ليه بقى ما كسبناش الحرب؟ ده موضوع طويل يا سامح. كان نفسي اعرف
يمكن اقدر ارتاح. اسمع يا سامح، بكره لما تكبر هتعرف كل حاجه، لكن انا برضه هقول لك على قد ما اعرف. انت صاحي كويس وسامعني؟ طبعا صاحي وسامع. احنا اتفاجئنا بالحرب يا سامح لاسباب الجيش ملوش دخل فيها، وعشان كده ما كانش الجيش مستعد. يعني ايه مش مستعد يا ابراهيم؟ انت عارف يا سامح ان الانجليز محتلين البلد. ايوه، من بعد عرابي. انت الظاهر مذاكر التاريخ كويس. شوف يا سيدي، الجيش بتاعنا داخل فلسطين ولا عنده اسلحه ولا ذخيره، وهم دول الاستعداد، وطبعا ما كانش من مصلحه الانجليز وقتها انهم يسلحونا. فهمت؟ هتسجلوا ارقام جديدة في 1500 النهاردة هيخشوا نهائي الجيش. يلا استعد. ايه ويعني مفيش غير ابراهيم؟ ايه بس مالك يا خالد؟ نفسي اعرف مالك ومال ابراهيم. هيكون بيني وبينه ايه بس؟ اصل يعني حاجة تفرس. الرماية وقلنا طول عمره غاوي صيد، كرة القدم وجاب الكاس للثانوية العسكرية وغلبت الصنايع، النهاردة كمان الماراثون وياخد بطولة الضاحية. طب يا اخي دي حاجة تفرحك مش تزعلك يعني، ده برضه مهما كان صاحبنا وزميلنا. ايه يا جماعة يعني في العبر بتتكلموا في ايه؟ لا ابدا، اصل خالد مش عاجبه حاجات كده يعني. مش عاجبه حاجات كده يعني زي ايه يعني؟ اصل بيقول الرماية والكورة والضاحية كمان. الحمد لله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. خالد بيهزر على العموم، انا عارفه كويس اوي، مش كده يا خالد؟ سمعت اخر الاخبار يا ابو خليل؟ هسمع منين يا عثمان؟ ما احنا اهو من طابور لطابور. اسمع، الحكومة الغت معاهدة 36. ايه؟ معقول؟ انا كنت في البوفيه وسمعت نشر الاخبار. ايه؟ ما بتعلقش ليه؟ بفكر يا عثمان، خبر الخطوة دي هتهز الانجليز تماما. تفتكر هيعملوا ايه؟ يعملوا كتير يا عثمان. مينفعش ان الغاء المعاهدة بالطريقة العلنية دي قدام العالم كله، هتبقى ضربة جامدة لبريطانيا العظمى زي ما بيقولوا. من فضلك الطلبة اللي بيتكلموا ارجع الكلام. سريع قم. ايوه يا حسين افندي، البلد كلها فرحانة بإلغاء معاهدة سنة 36. انما ايه سبب الغائها دلوقتي يا سعادة البيه؟ السبب واضح يا حسين افندي، الظروف اللي اتعملت فيها المعاهدة اتغيرت. احنا النهاردة سنة 51، فات 15 سنة حصلت فيها تطورات كبيرة جدا. ايوه، يعني سعادتك تقصد الحرب العالمية؟ مش بس الحرب العالمية الثانية واللي مصر حاربت فيها في صف الانجليز، عندك كمان حرب 48. لازم تعرف يا حسين افندي ان وجود مصر تحت الاحتلال في حرب 48 كان من اهم الاسباب اللي خسرتنا الحرب. ازاي يا سعادة البيه؟ هم الانجليز منعونا من الحرب؟ لا صحيح، هم ما منعوناش من دخول الحرب، لكن بموجب معاهدة سنة 36 كان المفروض ان بريطانيا تساعدنا في الحرب وتقف معنا بالسلاح والذخيرة وبكل الطرق. نص المعاهدة بيقول كده. لكن طبعا هي ما عملتش حاجة من دي اطلاقا، ده للعكس هو اللي حصل. كنا بنطلب منها سلاح وذخيرة اثناء الحرب، لكن عملت ودن من طين وودن من عجين.
وطبعا ما احناش دولة مصنعة للسلاح. والله ده صحيح يا سيد بيه. عشان كده يا حسين افندي، مصر بعد حرب فلسطين وجدت ان المعاهدة ملهاش قيمة عملية، فالحكومة لغتها. طيب ودلوقتي بريطانيا هتعمل ايه؟ جالك كلام يا عثمان؟ انجلترا ردت على الغاء المعاهدة. ازاي؟ عملت ايه؟ بعتت 3 مقتلات جنود مدرعة لبورسعيد. ايه؟ معقول؟ مش معقول ليه؟ مش عساكرها في قواعد القناة 80,000 عسكري بطياراتهم ودباباتهم ومصفحاتهم، تزود عليهم كمان مدمرة ولا 2 وكم ناقلة جندي وتلو دراع مصر. الله، واحنا هنسكت على كده يا ابراهيم؟ مصر يا عثمان اسمها المحروسة. عارف ليه؟ ليه يا ابراهيم؟ لأن ربنا بيرعاها، لكن سبحانه وتعالى جعل مننا احنا الأسباب. عثمان أنا بفكر في حاجة خطيرة أوي، بعدين هتعرفها. الله، لكن ده انت ما اكلتش خالص. مالك؟ في ايه؟ مش عارف يا سعاد، الامور متعقدة قوي في منطقة القنال، والانجليز الظاهر ناويين يركبوا راسهم. يركبوا راسهم؟ يعني هيعملوا ايه؟ من جهة يعملوا ايه يقدروا يعملوا كتير. طب ما احنا كمان نقدر نعمل، ده شعب مصر متعود على كده، طول عمره بيقف للمستعمرين. متعود على ايه يا سعاد؟ الله، وبتضحك ليه بقى؟ اصلك طول عمرك تهجنوني في ايمانك بشعب مصر، فاكرة؟ ايوه فاكرة، بس احنا مش في كده دلوقتي، احنا في الدعسة اللي ناويين الانجليز يعملوها دي، وكنا بنقول ان الانجليز ممكن يعملوا كتير. اول حاجة عملوها فعلا انهم عزلوا قواتنا اللي في سينا بعد ما احتلوا كوبري الفردان بقوة السلاح. لما اقوم افتح هيكون مين دلوقتي؟ اهلا اهلا يا شفيق، انت جيت في وقتك. السلام عليكم. اتفضل يا سيد. اتفضل يا شفيق، تعال احط همك على همي يا اخويا. خير؟ مالكوا كفالة الشر؟ شر، وهو في شر اكتر من اللي بيجرى في منطقة القنال. اسكت يا سيد، انا هتجنن يا اخويا. انت عارف انا لسه جاي من هناك دلوقتي. الله، وكنت بتعمل ايه هناك يا شفيق؟ انت ما كتبتش اللي شفته في فلسطين؟ الحالة هناك مولعة نار. ازاي؟ شعبنا العظيم في الاسماعيلية وبورسعيد وفي السويس كله واقف وقفة راجل واحد ضد الانجليز. ربنا يحميك يا شعب مصر. والأدهى من كده عم شفيق بيقول ان الانجليز هاجموا القوة المصرية الصغيرة اللي كانت بتحرس كوبري الفردان واحتلوه عشان يعزلوا قواتنا اللي في العريش. ياه، ده الموضوع دخل في دور الجد يا ابراهيم. ايوه طبعا، الظاهر ان الاستعمار لما بيلاقي مقاومة شعبية بيفقد اعصابه ويبتدي يتصرف تصرفات عصبية. لكن كويس ان الشعب في مدن القناة واقف للانجليز. ده كويس صحيح يا عثمان، لكن مش كفاية. الشعب دايما محتاج للقوة اللي تقدر تقف جنبه وتحمي مكاسبه، محتاج لنا. وعشان كده انا رايح لقائد سرايا الطلبة حالا. ليه بقى يا سيدي؟ هيعينوك قائد للكلية ولا ايه؟ لا، انا هروح احارب مع الفدائيين في الاسماعيلية وهقدم استقالتي. تستقيل ازاي يا ابراهيم؟ في برضه طالب في الكلية الحربية يستقيل. انا يا بابا عاوز استقيل واروح القنال. انا عارف انك عاوز تروح القنال، لكن ايه المناسبة؟ ما هي مدن القنال فيها قوات فدائيين ومقاومة شعبية. يا بابا لو كل واحد في مصر قال كده مين هيدافع عنها؟ مين هيحميها؟ يا ابني افهم اللي بقوله لك. كل واحد في الدنيا دي ربنا خلقه المهمة معينة، كل ميسر لما خلق له. طيب يا بابا، ما هو ده اللي انا بقوله. استنى يا ابني، انا ما خلصتش كلامي.
انت دلوقتي طالب في الحربية مش كده؟ ايوه. يعني 1 أو 2 وتتخرج، وساعتها هتقدر تحقق كل اللي نفسك فيه. لا، مش كل اللي في نفسك انت بس، قول اللي في نفس كل مصري بيعيش فوق الارض الطيبة دي. ايه ده؟ انت هتفضل قاعد وقافل على نفسك كده يا توفيق؟ حياتك يا نادية تسيبيني في حالي، انا مش طايق نفسي. يا سلام، وده كله ليه بقى؟ ايه ده؟ انت مش حاسة باللي بيحصل ده كله؟ مش فاهمة قصدك ايه؟ اتفضلي يا ستي شوفي الجرايد كاتبه ايه النهارده. كاتبه ايه؟ اضراب العمال المصريين اللي عاملين في معسكرات القناة. الجنود الانجليز يفتشون وحدات الجيش المصري المتجهة الى سيناء. تصاعد حركة الفدائيين المصريين في الاسماعيلية ونفيش. ياه، ده الموضوع باين عليه جد قوي. طبعا يا نادية. تعرفي يا نادية انا بفكر في ايه؟ عارف، عاوز تروح تتطوع مع الفدائيين في الاسماعيلية. بالظبط كده. احنا عندنا في كلية التجارة مشكلين وحدة للفدائيين وهتسافر القناة. انا لازم انضم ليها، ده احسن حل. وهتسيب دراستك يا توفيق؟ مفيش دراسة غير لما كل حاجة تتظبط يا نادية. ايه فايدة الدراسة والكلية والمذاكرة والنجاح؟ ايه فايدة ده كله؟ عشان نتخرج ونلاقي بلدنا بيتحكم فيها الانجليز؟ ايه تقدري تفهميني دلوقتي ايه اللي بيضحكك؟ ابدا. انت يعني شايفه حاجه تضر؟ اهو زي ما بيقولوا، هم يضحك وهم يبكي. اصلي تخيلتك وانت بتتكلم كده بالظبط زي صاحبك ابراهيم. انت لازم كنت تخش معاه كلية الحربية مش كلية التجارة. اسمع كولونيل جنرال، المصريين مش ممكن هيسكتوا الا لو شافوا عين حمراء قدامهم، مفهوم؟ مفهوم جنرال، بس هنعمل ايه اكتر من كده؟ تفتيش بنفتش، اعتقال بنعتقل، ناس في بيوت بننسف، مصادرة سلاح بنصادر. كولونيل اكسهام، انت بقالك هنا في مصر كام سنة؟ 1 سنة جنرال. يبقى تسمع كلامي. انا بقالي هنا في القاعدة 3 سنين، وقبل كده كنت في الهند. هناك الناس ما بتخافش ابدا غير من قوة، من نار الحديد. كولونيل يعني سعادة جنرال يومر بيه. تعال هنا، قرب من خريطة. شايف قرية دي؟ شايفها جنرال. عظيم كولونيل اكسهام. القرية دي كفر احمد عبده. طب ايه علاقة جنرال قرية كفر احمد عبده؟ السفر هتعرف فعلا كولونيل. القرية دي قريبة لمعسكراتنا هنا، يطلع منها فدائيين مصريين اللي بيهاجمونا. عشان كده احنا لازم نعمل حاجة كبيرة قوي. بس لازم الحاجة دي تخوف مصريين. سعادة الجنرال يقصد ايه بالحاجة الكبيرة قوي دي؟ شوف كولونيل، انا هدعمك بالدبابات، بالمدافع، بالطيارات. طيارات، مدافع، احنا هنعلن حرب جنرال. وبعدين كولونيل اكسهام، حرب ايه اللي هنعلنها؟ امال كل اسلحة اللي سعادتك هتديها لي دي ليه؟ قلت لي ليه؟ انت هتقود لواء المشاة اللي هدعمه بالدبابات والطيارات والمدفعية عشان تدمر القرية دي، تشيلها من على الارض، تمسحها. هو ده بالظبط اللي عايزك تعمله كولونيل. بعدها المصريين مش هيتحركوا، صدقني كولونيل. ابراهيم، انت نمت؟ مش جاي نوم. طب ما تزقش، وايه اللي مصحيك؟ اسمع نام انت بقى وسيبني. ما انا مش ممكن هنام غير لو عرفت مالك وايه اللي مصحيك لغايه دلوقتي. اللي مصحيني مصحي مصر كلها يا عثمان. قلبي مع رجاله في الاسماعيليه وفي السويس. بس في الاسماعيليه والسويس؟ قصدك ايه؟ انت باين عليك فايق ورايق الليلتي. لا يعني انا اقصد، كنت يعني فاكر ان قلبك هنا برضه.
حته منه يعني هنا في مصر ولا انا غلطان؟ اسمع، انت احسن حاجه تعملها انك تشد البطانيه على راسك وتنام. تصبح على خير. خد معاك دفتر الاشارات يا حسين افندي، وابعت لي البوسطه بعد ساعه عشان عاوز اتكلم مع شفيق شويه، وابعت لي الساعه. حاضر يا سعاده البيه. اهلا يا شفيق. ايه، انا شايفك النهارده مش زي عوايدك. في حاجه مضايقاك؟ مضايقاني بس، دي مجنناني يا سيد. خير؟ هيجي الخير منين والانجليز نازلين ضرب وسجن في اهالي القناه؟ انت ما سمعتش اخر خبر؟ في ايه يا شفيق؟ الانجليز في القناه رحلوا عائلاتهم كلها. تفتكر هيعملوا خطوه زي دي ليه؟ دي فعلا خطوه غير عاديه. لا، والادهى من كده الحشود اللي عاملينها هناك. ناس راجعين من الاسماعيليه حكولي على الدبابات والمدافع والعساكر اللي الانجليز بيجمعوها عند كفر احمد عبده. كفر احمد عبده؟ الانجليز عايزين ايه من الكفر ده؟ هو الكفر هدف حربي ولا ايه؟ مش عارف، انا قلبي حاسس ان في حدث كبير هيحصل. عشان كده انا جاي اقول لك ان انا مسافر بكره، هشيل سلاحي، هحارب، هدافع عن امنا، هدافع عن مصر. ايه اللي انت مش فاهمه الكولونيل؟ اظن اوامري واضحه زي الشمس. كفر احمد عبده لازم تمحوه. واضح؟ كل ده واضح سعد الجنرال، لكن ايه كولونيل؟ انت عاوزني ابعت تسريل للندن اقول فيه كلام ضدك؟ لا جنرال، لا ده مش قصدي طبعا. امال جاي دلوقتي تناقشني في ايه؟ لا ابدا سعد جنرال، انا كان قصدي يعني المدنيين، اطفال، ستات، عجايز. مالهم كولونيل؟ يعني هتحصل خسائر كتير سعد الجنرال. امال انت كنت فاكر ايه؟ هو احنا بنلعب يا كولونيل؟ مش هما بيهاجموا المعسكرات بتاعتنا؟ طيب يوروني هيعملوا ايه؟ اطلع كولونيل يلا، الهجوم يبتدي الفجر بكره. يلا يا جماعة، انتوا عارفين ان الماتش اللي جاي ده ماتش مهم جدا، لان تيم سلاح الفرسان تيم جامد واخد بطولة الجيش الكام سنة اللي فاتت. يلا ابتدي دلوقتي. الطالب ابراهيم الرفاعي، اسمع عني لو سمحت. ابراهيم، لا مفيش حاجه. ليه؟ لا اصل شايفك مش على طبيعتك النهارده. ايه، في حاجه مزعلك؟ لا ابدا يا فندم، بس انا متضايق شويه. معلش، انضم للفريق. ما تنساش يا ابراهيم انت هداف الفريق. طبعا يا عثمان، انا مش في الفورمه 100%. معقول يبقى الانجليز عاملين كده في القناه وانا ابقى مبسوط؟ ايوه انا معاك يا ابراهيم، بس احنا في ايدينا ايه؟ في ايدينا كتير يا عثمان. في ايدينا نروح نشيل سلاح ونحارب، ندافع عن اهلنا هناك. يا عم شفيق راح الاسماعيليه واتطوع مع الفدائيين، انا مش اقل منه. يا ابراهيم مش حكايه اقل ولا اكتر. امال الحكايه ايه يا عثمان؟ المهم دلوقتي ان احنا نشوف مذاكرتنا ونتعلم اكتر عشان نتخرج ونبقى ضباط، وساعتها تكون خربت مالطا يا صاحبي. لا ابدا، وساعتها هنحارب كضباط كقاده، وكله عشان مصر. هو احنا بنعمل كل حاجه ونستحمل كل حاجه عشان مين؟
محدش يضرب، ولما الاشاره كله يضرب. ارجع. الو هل تسمعني؟ الو فهد اسمعك بوضوح. الو ازاي الحال عندك؟ الو فهد مسحنا نص كفايه من على الارض. عظيم كولونيل عظيم. استمر. مستمرين جنرال، جنودنا يقتلون اطفال ونساء. عظيم هايل. استمر. انا اهنيك كولونيل. انا هبعت لندن اجيب لك ترقية. انتهى. يلا يا اصحاب، الدبابة الأولانية نشف. هنا من القاهرة، لازلنا نتابع إذاعة نشر الأخبار الثانية لهذا اليوم. هاجمت القوات البريطانية في منطقة القناة قرية كفر أحمد عبده في 10,000 جندي و250 دبابة وعدد من الطائرات وسفن الأسطول. وقد نتج عن هذا الهجوم الوحشي تدمير 156 منزلا يقطنها 300 أسرة من المدنيين العزل. هذا الراديو من فرق الإنقاذ. وادي الراديو اهو. دي وحشية، ازاي يهاجموا المدنيين؟ هو كان احمد عبده ده بقى هدف عسكري؟ ده شيء لا يمكن السكوت عليه، دي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. ده حرام. يا ابني ما تنفعلش قوي كده، الدكتور كان قايل لي ان الانفعال الشديد متعب لمعدتك. يا ابراهيم ما انا قلت لك كده برضه، كل شيء يتحل بالهدوء. وهجيب الهدوء منين يا بابا؟ انا بتقطع من جوه وانا بسمع اللي بيحصل ده. اجيب صبر منين؟ اجيب هدوء منين؟ الله مالك يا ابني؟ سلامتك الف سلامة. معدتي يا حبيبي يا ابني. فين التليفون لما اكلم الدكتور؟ مفيش داعي للدكتور يا بابا، انا عارف انا عندي ايه، واللي تعبني ما ينفعش فيه دكاترة العالم كله. يعني ما انتش رايح الجامعة النهاردة يا توفيق؟ الجامعة اتقفلت يا نادية. ازاي؟ عشان مظاهرات؟ لا مفيش مظاهرات، الجامعة بقت مراكز للتدريب على المقاومة الشعبية. قد كده الحكاية بقت خطيرة؟ طبعا يا نادية، الموقف دلوقتي هينفجر. الحكومة بعد سحبت السفير المصري من لندن واصدرت قرار بطرد الموظفين الانجليز اللي بيشتغلوا في مصر. واضح ان الحكومة البريطانية مش هتقف تتفرج. طبعا، وخصوصا بعد الحكومة ما اباحت لنا حمل السلاح علشان الشعب يقدر يدافع عن نفسه. لما اروح افتح الباب ده لازم بابا. شوفي مين. الله، ابراهيم. انا جيت في وقت مش مناسب. لا ابدا، انا اسفة مش قصدي، اصل الحقيقة افتكرتك بابا. يا ترى توفيق موجود؟ طبعا، اتفضل، موجود في اوضته. اهلا يا ابراهيم، انت زعلان مني ولا ايه؟ ابدا والله يا توفيق، الحقيقة انا زعلان من نفسي مش منك. الله، طب وزعلان من نفسك ليه بقى يا ابو خليل؟ ما انت عارف كان نفسي اكون معاهم. فيك حق يا ابراهيم. تعرف يا ابراهيم، متهيألي ان كلنا، كل المصريين كلهم عينيهم اليومين دول على القناة وايديهم على قلوبهم. يلا يا سامي احنا مش هنلحق الماتش بالشكل ده. ما تصبر يا سمير، بيخلصوا غدا هم وجايين لك حالا. يا ماما فاضل نص ساعة على بداية المباراة، حضرتك عارفة انه ماتش مهم قوي، لان فريق سلاح الفرسان واخد بطولة الجيش. الدنيا مش هتطير،
دقيقتين 3 وهم هيحصلوك. وانا خلصت اهو، يلا. وانا كمان جاهز. هو معقول ابراهيم يلعب ماتش كبير زي ده وما حضروش؟ يلا يا ولاد، ها انزلوا بقى، اما انا وابوكوا فهنسمعوا في الراديو. روحوا يا ولاد، ربنا يخليكم ويوفقكم ويكتب لكم في كل خطوة سلامة. الحقيقة الفريقين جامدين والمنافسة قوية بينهم. احنا عارفين ان فريق ساحل مساء واخد ضد الجيش السنة اللي فاتت، فريق الكلية الحربية واخد البطولة السنة اللي قبلها. الحكم صفر، حجازي بيشوط طويلة ياخدها قراصة يقطع عليه الوحش. الطيب الاولاني فضل عليه الاثنين على ساعته، والنتيجة التعادل بدون اهداف. ايوه علشان كرة واطية لابراهيم، حلوة. ابراهيم بيدافع ناحية الجول، مفيش حد قادر يلحقه، يشوط وجول جول لطيفة، مش جول سلاح الانسان اخر دقيقة. الله يحميك يا ابراهيم. تسلم يا ابني. الحقيقة يا ابراهيم انت اثبتت بطولة حقيقية، والكلية الحربية خدت درع الجيش بسبب الجنين اللي انت دخلتهم في سلاح الفستان. انت عملت عمل كبير. العفو يا فندم، الحقيقة انا ما عملتش غير الواجب واقل من الواجب كمان يا فندم. وعشان كده السيد مدير الكلية امر بترقيتك لرتبة أمباشي. شكرا يا فندم. وادي الشريطين هم يا أمباشي ابراهيم. شفت يا سيد البشاعة اللي الانجليز عملوها في كفر احمد عبده؟ تصور بيهاجموا بالدبابات والمدافع والطيارات كأنهم بيهاجموا موقع حربي. شيء محزن فعلا يا شفيق، لكن الشعب برضه مسكتش. العمال اضربوا عن خدمتهم والفدائيين مش سايبينهم. شوف يا سيد اخويا، الاستعمار دايما بيخاف من الحق، والشعب هو الحق. شعبنا طول عمره بيدافع عن حريته، وهو خد على كده خلاص. تعرف يا شفيق، انا قلبي مش مرتاح للاوضاع اليومين دول. ازاي؟ حاسس كده ان في حاجة هتحصل، حاجة كبيرة. الدنيا هايصة اليومين دول يا شفيق. على العموم المثل بيقول ما داءت الا لما افترضت، وهو رب ضارة نافعة. الو، ايوه انا. ايه؟ انذار؟ ايوه لكن دي جريمة. والله رجالة، شكرا، مع السلامة. في ده البكباشي خلف في الوزارة بيقول ان الجيش الانجليزي حاصر المحافظة في الاسماعيلية، والجنرال الانجليزي وجه انذار لقائد بلوكات النظام ان قواته تسلم سلاحها وتطلع بره المدينة خلال ساعتين. لا دول خلاص اتجننوا. الانجليز بدأوا يفقدوا اعصابهم يا شفيق. امنع ضباط مصريين يخشوا المحافظة. في ايه يا جنرال؟ وايه كل الدبابات اللي محاصرة المحافظة دي؟ كابتن، في انذار عشانكم. انذار؟ ليه؟ وعشان ايه؟ مفيش اسئلة كابتن، انا بطلب التسليم فورا والقاء السلاح. عشان كده في قطر واقف في محطة اسماعيلية عشان ينقل عساكر مصريين للقاهرة. اما السلاح فهيرجع للحكومة المصرية لكن بعد سنة. كلام ايه ده يا جنرال؟ انت عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ طبعا كابتن، انا عارف كويس قوي كل كلمة وكل حرف معناه ايه. اسمع يا جنرال، انا لا اعترف بيك. مش مهم تعترف بيا، المهم تنفذ اوامر انا قلتها ليك كابتن. انا ما باخدش اوامر منك، انا باخد الاوامر والتعليمات من رؤساء القاهرة. اظن ده واضح يا جنرال. اسمع كابتن، انا هديلك مهلة 5 دقائق تنفذ فيها انذار،
بعدها على طول هدي امر لقوات جلالة ملك تضربكم بالمدافع والقنابل وتخلص عليكم. اسمع يا جنرال، احنا شعب مؤمن بالله، واذا كان مقدر لنا هنموت بامر الله مش بامرك. يكون في علمك يا جنرال احنا مش هنسيب شبر واحد من ارضنا، ومش هتقدروا تخشوا المحافظة الا على جثثنا. اسمع يا كابتن، انت شايف دبابات مدافع اللي مؤازرة المؤازرة؟ شايفها يا جنرال. اسكرك هيقاوموا كل ده ازاي؟ اذا بديتم بالعدوان هنرد عليه وربنا هيكون معانا. انا حذرتك كابتن، وانت اللي بتركب راسك وعليك انك تتحمل. مبروك مبروك يا كابتن ابراهيم. الله يبارك فيك. لكن على ايه؟ على الجنين اللي جبتهم في الفرسان. اصل يا سيدي نادية سمعت الماتش في الراديو عشان تعرف ان اصحابي ابطال. يا سيدي لا ابطال ولا حاجة. بقول لك يا ابو خليل، احنا النهارده هنصطاد بط. حقيقة انا ماليش مزاج النهارده للصيد. لكن يا توفيق. لكن ايه بس يا ابو خليل؟ دع الخلق للخالق. ايوه لكن اصل اللي بيحصل ده مش عاجبني ابدا. قصدك في القناة؟ ايوه طبعا اذنكم هروح اعمل لكم الشاي. اتفضلي. بقول لك يا ابو خليل ما تفوق كده، ده النهارده اجازه، خلينا يلا نروح نصطاد واحنا مبسوطين. الحقيقة انا مش عاوز اضايقك يا توفيق، اصل انا بقى متضايق. انا احساس داخلي جوايا متضايق، مش عارف اقول لك. قوم بينا. يلا بينا. رايحين فين؟ مش هتشربوا الشاي؟ لا يا ست المره الجايه. الو نمر، الو نمر، استعد للضرب. كولونيل اكسهام جاهز؟ اول. الو فهد، الو فهد، جاهز يضرب، حاول. الو نمر، ألم، بعد 5 دقائق اضرب. انتهى. اسمعوا، نداء لرجال بوليس مصري في محافظة اسماعيلية. بعد 5 دقيقة هضرب المبنى، مش هخلي فيه طوبة على طوبة. حاضر سيدي الباشا مصطفى، فاضل 3 دقايق ومدة الانذار تنتهي. ايوه عارف. هنعمل ايه يا فندم؟ هعمل زي اي ضابط بوليس مصري وطني، انا رفضت الانذار. واحنا مستعدين يا فندم. اوامر يا مسعود، الدفاع لاخر طلقة والاخر راجل. واحنا يا فندم رجالتنا هتموت في مواقعها. هو ده عشمي وثقتي فيهم يا مسعود. وتحيا مصر. استعد للضرب، اضرب. شيء فظيع، شيء فظيع اللي حصل ده يا حسين افندي. ايوه يا سعد بيه، مصر النهارده كلها لابسه الحداد. يوم 25 يناير ده يا حسين افندي هيتحفر بحروف من نار في ذاكرة مصر. 100 شهيد جداد دخلوا الجنة، وقفوا بشجاعة قدام الدبابات والطيارات ببنادقهم اللي انفلت. دي اول مرة اشوف دموعك فيها يا حسين افندي. الحقيقة سيد بيه يمكن دي دموع الفرح. دموع الفرح؟ ازاي يا حسين افندي؟ مش فاهم. ولادي الاتنين يا سيد بيه. ماله؟ واحد استشهد في الاسماعيلية؟ طب والتاني؟ والتاني فقد دراعه.
اخبار محزنة يا عثمان. سمعت اخبار 8:30؟ ايوه، الحكومة قطعت العلاقات الدبلوماسية مع انجلترا. كل ده مش كفاية يا عثمان. العدوان بيفتح شهية الاستعمار دايما. الناس ما بطلتش غليان. المصريين بيلعنوا الاستعمار 5 مرات كل يوم. مظبوط. الحكومة لازم تقف موقف جامد ضد الانجليز يا عثمان. دي ما كانتش معركة، دي كانت مذبحة. ايه مالك يا ابراهيم؟ معدتي دي زي ما يكون عمود نار جواها يا عثمان. ده بس انت حساس زيادة يا ابراهيم. انتوا قاعدين هنا والقاهرة بتتحرق. عملوها المجرمين. ايوه، دي افعال استعمار. البلد مش هينصلح حالها الا لما تتحرر من الاستعمار. لازم نحكم نفسنا بنفسنا. يسلم بقك يا سعاد. بابا، تفتكر ايه مصلحة الانجليز انهم يحرقوا القاهرة؟ المصلحة واضحة يا سمير يا ابني، لان الحكومة بعد ما ذبحت الاسماعيلية اجتمعت وكان في جدول اعمالها قرارات خطيرة ناوية تتخذها ضد الانجليز. طب وايه العلاقة بين ده وبين حريق القاهرة يا بابا؟ النهاردة او زي ما انتم شايفين، بدل ما الحكومة تتخذ القرارات اللي اتكلمت عليها، انقلب الحال وبقى كل الاهتمام في فرض الاحكام العرفية والسيطرة على الحالة في البلد. تخطيط خبيث حولوا بيه اتجاه البلد من التيار الوطني لكلام لا يودي ولا يجيب. فعلا يا عمي، واللي يأكد كده ان الحكومة اقيلت النهاردة وتشكلت حكومة جديدة. تعرف يا اولاد، انا قلقانة قوي على ابراهيم اخوكم ده. يا ضنايا ما بيستحملش الهوا الطاير على بلده. يا ترى انت عامل ايه دلوقتي يا ابني يا ابراهيم؟ اهلا يا ابراهيم. ازيك يا ابراهيم؟ ابن حلال والله، ده انا لسه كنت في سيرتك. ازيكم؟ ازيك يا بابا؟ ايه يا ابني، ده النهاردة مش الخميس. كلية اخذت اجازة يومين يا بابا. ايه يا ابو خليل مالك؟ مفيش يا عمي. حضرتك شايف اللي بيحصل؟ ايوه يا ابني شايف. ده شيء ما يتصدقش فعلا. النار اللي حرقت القاهرة بتحرق قلوبنا كلنا يا ابني، بتحرق قلب كل مصري. انا اللي مش قادر افهمه ازاي هانت عليهم مصر، ازاي يحرقوها. انا متأكد ان مفيش مصري واحد بيعيش على الارض الطيبة دي يرضى يمد ايده ويحرقها. دول عملاء الاستعمار. اللي حرقوا القاهرة دول ما حرقوش مصر، دول حرقوا نفسهم. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب، والله ولي التوفيق. الجيش قام بثورة، الجيش طلع من الاستعمار. اصحى يا رجاله، قوم يا سامح، قوموا كلكم، قوم يا كل مصري، قوم. اهلا يا اولاد. اهلا يا جدي. شرفتوا الخلالة كلها. ايه واحنا ما نشوفكوش الا لما تاخدوا الاجازة ولا ايه؟ والله لكم وحشة يا اولاد. ده انت اللي وحشتنا يا جدي، بس انا المرة دي بقى ما عنديش اجازة غير 2-3. يومين 3؟ ايه هو الكلام ده؟ ايه ايوه صحيح، ده انا نسيت ابارك لك يا ابراهيم، بقيت ظابط قد الدنيا. الف مبروك يا ابني، الف مبروك. الله يبارك فيك يا جدي. ده انا جيت مخصوص قبل ما استلم شغلي عشان اسلم عليك، وجبت معايا سمير اخويا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا جدي. بس اوعوا تروحوا السياحات احسن تتوهوا زي المره اللي فاتت. فاكرين يا اولاد؟ تعرف يا ابراهيم، انا كان نفسي فعلا اخش الحربيه واطلع ظابط. ليه بقى؟ مش كفايه يا استاذ سمير ولا ايه؟ لا يا ابراهيم مش كفايه، لاننا كعيله مش زي كل الناس. ازاي بقى؟ دي عاوزه تفسير يا سمير. اقول لك يا سيدي. شوف بقى، احنا عيله كلها بتحب النظام. شوف بابا ضابط كبير في البوليس، ماما ابوها الامير الله عبد الوهاب بيه، عم شفيق ودوره في حرب فلسطين وكفاحه لغايه دلوقتي،
كمان سامح وسامي انا يمكن بشوفهم اكتر منك لاني عايش معاهم في البيت. انت يا ابراهيم مثلهم الاعلى. دول عايشين بيحلموا باليوم اللي ياخدوا فيه الثانويه العامه علشان يدخلوا الكليه الحربيه زيك تمام يا ابراهيم. البريطانية في القناة بكل الطرق. طب ما الحكومة بتتفاوض مع الانجليز عشان الجلاء. مفهوم، بس اثناء ما الحكومة بتتفاوض بالطرق الدبلوماسية لازم الانجليز يحسوا ان قعدهم في القاعدة هنا في مصر غير مرغوب فيه. يعني لازم يشعروا بانهم في خطر. بالظبط كده، لازم يحسوا انهم هيدفعوا ثمن بقائهم في مصر عشان لما يحسبوها يلاقوا ان وجودهم هنا عملية خسرانة. جهزت المنشور يا سعد؟ ايوه يا فندم. اقراهن لو سمحت. ايها الجندي البريطاني، لماذا تبقى هنا في ارض غريبة؟ تترك زوجتك واولادك في ارض الوطن. انك هنا تتعرض للقتل والخطف، لا تنال مجدا او شرفا، لانك في النهاية تخدم اهدافا لا فائدة لك منها. عظيم عظيم يا سعد. وانت يا ابني عامل ايه في اسكندريه؟ الحمد لله يا ماما. ما انت عارفه بقى الخدمه في المشاة، او طول النهار طوابير وضرب نار، وفي الشتاء المناورات في العمريه. العساكر بيقولوا عليها الجبل. اديك يا سيدي اتخرجت اهو وبقيت ظابط، قدامك المستقبل كله، حياتك كلها دلوقتي ملكك. مفيش حد يا ماما حياته ملكه ابدا، دي الناس بيتهيأ لها كده. انا قصدي انك دلوقتي يعني تقدر تخدم بلدك زي ما انت عاوز. طب هعمل ايه بس يا ماما؟ الحكومة اتفقت مع الانجليز على الجلاء، وهم هيبتدوا يجلوا عن قاعدة القناة، وفي ظرف 20 شهر هيكون اخر عسكري انجليزي جالع عن مصر. يا ابني خدمة البلد ليها طرق كتيرة جدا. يعني الموظف اللي بيأدي واجبه بإخلاص ده بيخدم بلده، والعامل اللي بيأدي عمله في المصنع بإخلاص ما يقلش ابدا عن الجندي اللي في ميدان القتال. هي العبرة دايما بحسن الاداء، وكله علشان مصر. افتحي يا شهير اوام. ايوه فين ماما؟ فين ماما؟ ايه في ايه يا ولاد؟ بركلنا يا ماما بركلنا. معجلين كده ليه؟ ايه ده؟ على ايه يا ولاد؟ مش تقولوا تفرحوني معاكم؟ شوفي بقى يا ماما، دلوقتي بقى يا ستي بقى عندك 3 ضباط مش واحد. يبقى قابلتوا في الكلية الحربية. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما، الله يبارك فيك. الحقيقة يا ماما الفضل لله وليكي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا حضرة الضابط. امال فين قصدك يعني النجوم؟ ايوه. لا، ما انا في اجازة 48 ساعة. توفيق موجود؟ موجود يا فندم، اتفضل. اهلا 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 يا حضرة الناس الاول، الف مبروك. الله يبارك فيك يا توفيق. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. ايه بقى يا عم ابراهيم؟ انت فين؟ بقى ليك شهرين ما شفتكش. انت عارف بقى كيف نظام الدراسة شيء ودلوقتي حاجة تانية بقى. اهو شوية على المكتب، شوية في الطوابير. ما هو حضرة الضابط الشغل في الجيش كده. لكن انا مش مبسوط يا توفيق. ازاي؟ مش ده اللي انت كنت عايزه؟ بس انا ما اتخلقتش عشان اقعد على مكتب. ايوه انا عارفك يا ابراهيم، عندك طاقة كبيرة وعايز تحقق حاجات اكبر واكبر. حقيقة يا تيفا انا بفكر في حاجات كتير اوي، انما يمكن لسه ما جاش اوانها. انت عرفت ان معسكراتنا في غزة اتهاجمت اول امبارح؟ ايوه قريت في الجرايد. الظاهر انه حادث بسيط. ما اعتقدش ابدا انه حادث بسيط يا توفيق. انا نفسي اروح اخدم في سينا، وهناك ضروري هلاقي نفسي اللي بدور عليها دايما.
سامح اصحى. انا صاحي سامح، بس في حاجة. اسمع كده كويس. اسمع ايه يا سامح؟ في صوت فوق السطح، سمعته؟ ايوه سمعت. تفتكر فيه ايه يعني؟ مش عارف، لازم حرامي. طب يلا نقوم نشوف. تحب نصحي سمير؟ لا مش عايزين نعمل هيصة. خليهم نايمين. يلا بينا. يلا بينا. اهو ليه وراه انت من هناك يا سامي؟ انا حصلته. تعال هنا يا حرامي. معلش ليه سيبوني؟ نسيبك تسرق يا حرامي، ده انت سجن حلال فيك. عندي تليفون. اطلب البوليس. حرام عليكم، انا عندي 20 سنة هروح في داهية. اخلص يا حرامي، روح يا سامي روح. انما انا عاوز اعرف، هسألك سؤال. هتسأل ايه يا مصر؟ سؤال واحد ما حيرني، ازاي حصلتني؟ دي عمرها ما حصلت، عمر ما حد قدر يحصلني. اسمع كلية، احنا دلوقتي هنعمل تصفية العاب القوى. هنبتدي ب 400 متر حواجز. الستة اللي طلعوا للدور النهائي يقفوا على الخط لو سمحتوا. يلا انا هندق الاسامي. طالب محمد عبد الحليم. فندم. طالب سيد عبد الغفار. فندم. طالب سامي سيد الرفاعي. فندم. طالب سامي، انت اخو ابراهيم الرفاعي؟ ايوه يا فندم. غريبة، في حاجة يا فندم؟ لا، اصل الشبه كبير بينك وبينه في حاجات كتير. طالب علي عيد. طالب رمضان عبد الله. طالب مصطفى الكلام. دلوقتي هصفر، هنبتدي. عظيم يا سامي. سامي سيد الرفاعي الأول. وانا يعني يا سيدي كنت عايز اسأل سعادتك سؤال كده. اتفضل يا حسين افندي، اسأل زي ما انت عاوز. احنا عشرة طويلة ومتهيألي ما بقاش في بينا حساسيات. لا، ده اصله سؤال شخصي يعني يخص سعادتك بس. اتفضل اسأل يا حسين افندي. كنت عايز اقول ان ولاد سعادتك ربنا يخليهم الثلاثة يعني في الجيش. ايوه يا حسين افندي، وبعدين؟ خلاص يا سعادة البيه، ما هو ده السؤال. مش فاهم حاجة. قصدي يعني ليه سعادتك دخلت الثلاثة الجيش؟ طب قول كده من الصبح يا اخي. طب وماله يا حسين افندي لما يبقوا الثلاثة في الجيش؟ ما هو برضه الجيش المصري بتاع مصر بتاعنا. مفهوم يا سعادة البيه، لكن اصل سعادتك لازم تقدر انا بقول ايه. سعادتك عارف ان ولادي. عارف يا حسين افندي، البركة فيك انت، وانت راجل مؤمن بالله طول عمرك. ما هو عشان كده سألت سعادتك السؤال ده. دول زي ولادي بالظبط، ومعزتهم عندي كبيرة قوي. لك حق يا حسين افندي تسأل السؤال ده، وانا كمان لازم اجاوبك عليه. انا راجل مؤمن بالله زيك تمام،
والاعمار بيد الله. وبعدين مصر محتاجة دايما لأولادها، لكل أولادها، علشان يصونوها ويحرسوها ويدافعوا عنها. وهو ده اللي أنا حاولت أعمله علشان خاطرها. لا يا سيد، انت في حاجة بتفكر فيها، هو أنا مش عارفاك؟ أبدا أبدا يا سعاد، مفيش حاجة. عمرك يا سيد ما خبيت علي حاجة طول حياتنا اللي احنا عشناها سوا، وكنت فيها دايما مثال الزوجة الصالحة والأم العظيمة يا سعاد. ما تحاولش تغير الموضوع، قولي الأول ايه اللي شغلك، يمكن أقدر أخفف عنك. النهاردة الصبح وأنا في المكتب حسين أفندي، عارفاه طبعا. أيوة عارفاه، ماله؟ جه وسألني سؤال ما فكرتش فيه كتير قبل كده. وسؤال ايه ده بقى اللي سأله لك حسين أفندي؟ قال لي انت ليه مطلع 3 من ولادك ضباط؟ وبعدين؟ انا اتفاجئت لما حسين افندي سألني السؤال ده. ليه؟ لان في حاجات في الدنيا دي الانسان بيعملها من غير ما يشعر بيها. يعني مثلا احنا بنتنفس صحيح، لكن مش شايفين الهواء اللي بنتنفسه. ايوه يا ابو ابراهيم، ده صحيح. وهو انت رديت دلوقتي على السؤال اللي سأله لك حسين افندي. احنا حب مصر بيسري في عرونا زي الدم بالظبط، ودي حاجة بنشعر بيها لكن ما بنشوفهاش. ايوه حاضر، اهلا وسهلا، تحصل لنا البركة. مع السلامة. طنط فوزية بتسلم عليك يا نادي. الله يسلمك يا ماما. اصلهم ناويين يجوا يزورونا. يتفضلوا، اهلا وسهلا. دول ضيوف حضرتك، مش قصدي، اصلهم عاوزين يجوا وانت يوم تكوني فيه موجودة، مش في الكلية. انا؟ طب وليه يا ماما اكون انا موجودة؟ هي اللي قالت كده، وانا شايفة ان كلامها معقول. حاضر يا ماما، هكون موجودة. ما عندكش فكرة يا عثمان انا قد ايه سعيد بالخبر ده. هي دي الحاجة اللي كنت دايما بفكر فيها. الجيوش المتقدمة دايما بتنشئ فرق للصعقة. مش فاهم برضه يا ابراهيم، صعقة ايه؟ شوف يا عثمان، الصعقة في الجيش بتمثل الطليعة، قوات منتخبة من احسن عناصر المشاة، لياقة بدنية عالية، شجاعة، اعصاب حديد. طب وبعدين يعملوا ايه؟ طب ما قوات المشاة موجودة ايه، امال احنا رحنا فين؟ يا سيدي واجب الصعقة لا يتعارض ابدا مع واجب قوات المشاة. دي لها واجب ودي لها واجب تاني. برضه مش مقتنع. شوف يا عثمان، لازم الجيش يبقى فيه وحدات صغيرة تكون متدربة تدريب خاص، مش ممكن كل الجيش يتدرب عليه، فاهم؟ طب زي ايه؟ زي ما فاهم، الصعقة بتكلف بأعمال غير عادية لأن أفرادها غير عاديين. عاوزين أسير مثلا، مين يجيبه؟ الصعقة. عاوزين كمين يلبت داخل أراضي العدو، مين يعمله؟ الصعقة. أظن بكده قدرت أوضح لك يا عثمان. انت مش قدرت توضح لي وبس، لا هات لي طلبة نضيف، انا رايح معاك، انا رجل الصعقة. قرار من رئيس الجمهورية بتأمين الشركة العالمية ابراهيم، سمعت الخطاب؟ انا لسه راجع من المرور على الدوريات يا عثمان. ليه؟ مصر امنت القناة. ايه؟ شركة القناة؟ ايوه يا ابراهيم، تصور، دي مفاجأة كبيرة قوي لينا. دي مفاجأة للعالم كله. انما ايه ده بقى يا ابراهيم؟
شهرين يا راجل ما شافكش. عاش من شافك يا سيدي. من يوم ما اتأممت القناة يا توفيق وانت شايف اهو الدنيا مقلوبة. ايوه بس لازم يعني اشوفك. هتشوفني بس ازاي يا توفيق؟ ده احنا في طوارئ ليل ونهار، ده انا حتى ما بشوفش اهلي. والله يا اهلك دول يا ابراهيم لهم ربنا. يا سيدي كلنا لنا ربنا، لكن ليه بقى بتقول كده؟ انت طوارئ ومحدش بيشوفك. سامح على القناة، سمير اتطوع في الحرس الوطني، وسامي في كتيبة حراسة الكباري. الله يكون في عون عم السيد وطنط سعاد. اهلا وسهلا فوزية هاني. اهلا يا سوريا. اهلا. ازيك كده وازاي الصحة؟ الله يسلمك، دي خطوة عزيزة. عز مقبرك. اتفضلي عاش من شافك. تعيش يا سوريا هاني. اتفضلي. اهلا وسهلا، شرفتي. الله يشرف مقدارك يا سوريا هاني. امال نادية فين؟ في اوضتها. لحظة واحدة انده لها. اتفضلي. انت هنا وقافله على نفسك وفوزية هانم بره بتسأل عليكي. يا ماما وانا مالي ومالها؟ هي جايه علشاني. يا بنتي الست بتسأل عليكي وعاوزة تشوفك، بقالها كتير ما شافتكيش من ايام ما كنت صغيرة. طب وايه بقى اللي فكرها بيا دلوقتي؟ قومي بس قومي، ما يصحش كده. طب اتفضلي انت يا ماما وانا هلبس وهحصلك. اكسام لازم تكون مبسوط الليلة. جنرال يقصد ايه؟ اقصد موضوع بكرة. توب سيكريت جنرال، سري جدا. ايوه انا ما نسيتش ابدا اكسام ازاي خرجنا من مصر. ودينا راجعين تاني جنرال، بس المرة دي راجعين عشان نقعد فيها على طول. ايوه المرة دي بالمدافع بالقوة، مفيش اتفاقيات جلد. تعرف اكسام المرة دي يوم واحد بالكتير والمصريين هيشوفوا طيارات دبابات مدافع. مش هيقاوموا، هيسلموا. وهننتقم من مصريين، هنوريهم عشان يعرفوا بريطانيا العظمى، جريت بريتين. ما تنساش جنرال ان معانا كمان فرنساويين. مفيش غير جريت بريتين اكسام، بريطانيا العظمى. بريطانيا العظمى هترجع مصر تاني. خرجنا من باب هنرجع من شباك. انسى كل حاجة، لازم نهدي المصريين. ايه الموقف عندك يا اكسام؟ طيران بيضرب بورسعيد بكل الستة. اطمن جماعة، مصريين بيقاوموا بكل قوة. حاجة غريبة خالص. اضرب كله، اساكر اطفال ستات، ما تسيبش حاجة. مصر العظيمة عمرها ما بتزهق من العظام. اضرب، امسك كل حاجة، لازم نهدي المصريين. ايه الموقف عندك يا اكسام؟ طيران بيضرب بورسعيد بكل ستة. اطمن جنرال، مصريين بيقاوموا بكل قوة. حاجة غريبة خالص. اضرب كله، اساكر اطفال ستات، ما تسيبش حاجة. الله أكبر الله أكبر كيف المعتدل الله للمظلوم خير معين. الله أكبر فوق كيف المعتدل الله للمظلوم خير معين. أنا باليقين وبالسلاح سأبتلي، أنا ونور الحق ينطع في يدي. الموقف دقيق جدا. احنا النهارده في وضع يمكن ما تعرضتوش اي دولة قبل كده في اي حرب. ايوه يا فندم، ده عدوان ثلاثي بالظبط. احنا النهارده بنحارب في سيناء، بندافع عن بورسعيد، عن القناة، عن حريتنا ارادتنا. مفهوم يا فندم.
عشان كده انا رشحتك مع زملائك. هتدخلوا بورسعيد طبعا من بحيرة المنزلة، الباقي واضح وخدت بيه تلقين. ايوه يا فندم، ان شاء الله هنكون عند حسن ظن مصر في رعاية الله. خلاص يا ابراهيم، ناوي تنزل؟ ايوه يا ماما. خلي بالك من نفسك يا ابني. حاضر يا ماما، ربنا معايا. البيت هيرضى عليا مرة واحدة يا ابراهيم. سمير اخوك اتطوع في الحرس الوطني وسافر الاسماعيلية. سامح في الجبهة محدش عارف عنه حاجة. اما سمير فهو رخر في حراسة الكباري. ما فضلش معايا في البيت غير اختك سهير وابوك. سهير قالت لي انها هتروح تتطوع في الهلال الاحمر النهارده. الحمد لله، الحمد لله اني عشت وشفت ولادي كلهم بيحاربوا عشانك يا مصر يا ام الدنيا. اللهم لك الحمد والشكر. ساعدهم يا رب وانصرهم ورجعهم لي سالمين غانمين. انا ماشي يا ماما، هصحي بابا علشان اسلم عليه. انا صاحي يا ابراهيم. اشوف وشك بخير يا بابا. ايه ده انت بقيت صياد تمام. عدة الشغل يا بابا. والمنزلة برضو يا ابراهيم؟ ايوه يا فندم، احنا هنخش بورسعيد عن طريق البحيرة مع الصيادين. ده الحل الوحيد. الانجليز محاصرين البلد من كل ناحية. خلي بالك من نفسك يا ابني. الجيش الانجليزي دلوقتي زي الوحش الجريح، عاوز يضرب في كل مكان وبكل طريقة. يا سلام على الهدوء، ليلة شعرية بصحيح. شعرية مين يا سي مصطفى؟ صبرك يا اخويا لما الانجليز يركبوا راسهم كده ويقرروا يدخلوا الاسماعيلية، ساعتها هتعرف انها كانت ليلة شعرية ولا لا. تفتكر يعملوها سمرة؟ سبحان الله يا اخي، امال الحكومة قفلت الجامعة ووزعت السلاح على الشعب وبعتتنا هنا في الحرش كل ده ليه؟ يا سمرة انا عارف كل ده، انما اللي عايز اقوله تفتكر الانجليز بعد ما احتلوا بورسعيد هيفكروا يطلعوا على الاسماعيلية وبقية مدن القناة؟ ده الوضع الطبيعي اللي لازم يفكروا فيه يا مصطفى، لان استمرارهم قاعدين داخل بورسعيد مش هيحقق لهم هدفهم من الحملة كلها. خد عندك يا سي مصطفى، ادي الشعرية ابتدت اهي. استنى يا سمير. طيب خدوا دي، يلا دي العملية هتسخن اهي. يلا يا رجاله، احنا قربنا نوصل. جاهزين يا جماعه؟ ايوه جاهزين، لكن المهم هنروح فين في بورسعيد؟ دول بيقولوا ان الانجليز احتلوا البلد وحصروا. لما نوصل يبقى فيها فرج يا عثمان. في واحد دكتور سنان في البلد قريبي، ممكن نروح. ده يبقى شيء ظريف قوي يا همام. بس انتوا ما تقلقوش، انا بفكر في طريقه وان شاء الله تنفع. يلا بقى يا رجالي، وصلنا الجميل. يبقى هو ده بقى كان سبب الزيارة، مش اننا وحشناها ولا كلام من ده يا ماما. يا بنتي وماله، ما هي الناس لبعضها برضه. ايوه يا بابا، بس انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. لسه بدري على موضوع زي ده. يا نادية يا بنتي، ما فيش حاجة اسمها بدري. انا شايفة اننا ما نرفضش الفكرة، يعني نفكر فيها بالهدوء وبالعقل. ما هو يا ماما اصل انا. انت ايه بس يا نادية يا حبيبتي؟ البنت لما تكبر شوية مفروض تفكر في الجواز، ده شيء طبيعي. ما هو ده هيحصل يا ماما، بس انا سايبه الموضوع يجي طبيعي.
يجي في وقته يعني. طب ما هو جه لغاية عندنا يا حبيبتي. فوزية هانم كلمتني عليكي عشان حمد ابنها. لا يا ماما لا. الله 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 الله، لازمته ايه بقى العياط؟ احنا يا جماعة بنتكلم بالهداوة. طيب اقدر اعرف انت دلوقتي بتعيطي ليه؟ مش عارف أنا بعيط وخلاص. جراية يا سيدي، العبد في التفكير والرب في التدبير، خليها على الله. ونعم بالله يا حسين افندي. انت عارف كويس اني مؤمن بالله. اصلا انا بفكر في حاجات كتير قوي، شريط طويل بيدور قدامي يا حسين افندي. انا عارف اللي شاغل تفكير سعادتك، الاولاد. فعلا الاولاد كلهم في الجبهة على خط النار، اللي في الاسماعيلية واللي في بورسعيد واللي في سينا، حتى البنت الوحيدة اتطوعت في الهلال الاحمر. ربنا يجيبهم لنا سالمين غانمين منتصرين، قادر على كل شيء يا رب. امين يا رب. ربنا يسمع منك يا حسين افندي. تعرف يا حسين افندي، انت الانسان الوحيد اللي بتكلم معاه بمنتهى الصراحة، اللي بفتح له قلبي. دي ثقة اعتز بيها يا سيدي. اللي بيقويني يا حسين افندي حاجتين، الاولانية ثقتي بالله، بقدره، بحكمه، والتانية حبي للارض الطيبة دي، الارض اللي طلعنا من صغرنا نحبها ونخاف عليها. ده صحيح. النهاردة ما فيش في مصر كلها بيت ما قدمش حاجة لمصر، اللي قدم اولاده واللي قدم ماله واللي قدم حياته. هو ده شأن الامم العظيمة يا حسين افندي، دايما ألمها بتبقى كبيرة وتضحياتها اكبر. وبعدين ما تنساش اننا النهاردة لأول مرة بنحكم نفسنا بنفسنا، لا فيه والي تركي ولا خواجة انجليزي. ايوه، عشان كده جيوش 3 دول بيحاربونا، لكن ربنا هينصرنا عليهم ان شاء الله يا سيدي. ربنا يسمع منك يا حسين افندي ويرجع لنا الاولاد بالسلامة. ده حتى ساعتك كنت دايما تقول لي ان مصر اسمها المحروسة يا حسين افندي. ايوه، الناس سمتها كده عشان ربنا دايما بيحرسها. والله لولا اني كبرت خلاص يا سعادة البيه كنت رحت اتطوعت. يا سلام يا حسين افندي، يا سلام. قد ايه انت بتزيد احترام في نظري يوم بعد يوم. ربنا يخليك لينا يا سيد بيه، انا اتعلمت ده كله منك. بالمناسبة ابن زيتون اللي دراعه اتقطع في الاسماعيلية ماله؟ اتطوع في المقاومة الشعبية، بيحارب الغزاة بايده اللي فاضلة. احنا رايحين فين كده يا ابراهيم؟ عساكر الانجليز مالين الشوارع. خليكم جنب الحيط، احنا هنمشي في الضلمة، انا همشي قدامكم. طيب بس نعرف احنا رايحين فين، لان لو الانجليز مسكونا هننكشف. ساعتها البطاقات اللي معانا دي اللي فيها اننا صيادين مش هتنفعنا. ايوه يا عثمان، لان السلاح اللي احنا مخبيينه جوه هدومنا ده هيكشفنا. يا جماعه بلاش كلام كتير، مدوا علشان نوصل بسرعه. عندك انت هو. اقف انت وهو. رايحين فين؟ ايوه يا فندم، اي خدمه. تقدروا تفهموني رايحين فين دلوقتي؟ وماشيين تتسحبوا زي الحراميه كده ليه؟ بس ما تقولش حراميه يا فندم، احنا مش حراميه لا سمح الله، احنا صيادين بنشتغل في الحلال لا مؤاخذه. كده؟ بقى صيادين وبتشتغلوا في الحلال؟ ايوه يا فندم. طيب وما انتوش عارفين ان في امر يمنع التجول بالليل؟ لا يا فندم، احنا كنا في البحيره ولسه جايين. ايوه. من يمكن عاوزين تفهموني انكم مش عارفين اننا في حاله حرب وان الانجليز محتلين بورسعيد دلوقتي. لا دي عارفينها يا فندم، امال احنا ماشيين جنب الحيط ليه؟ طب اطلعوا قدامي على الاسم، اي واحد هيحاول يهرب هضربه بالنار.
سعاد اطمني، الولاد كلهم بخير. اطمن ازاي يا سيد؟ دول من يوم ما سافروا لا حس ولا خبر. هيدونا خبر ازاي بس يا سعاد؟ ما انت عارفه البلد في حاله حرب والخطوط كلها مشغوله مع الجيش. طيب اهو انت دايما كده بتطمني. ان شاء الله كل خير يا سعاد. لما اقوم افتح ادينا بقينا لوحدينا. ازيك يا ماما؟ اهلا اهلا يا سامي يا ابني، الحمد لله على اهلا السلامه. اهلا. انا واخد 8 ساعات راحه، وحشتوني قوي. ازيك يا بابا؟ ازيك يا سامي يا ابني؟ ها مفيش اخبار عن اخواتك؟ ما تنشغلش يا بابا. تعرف يا سامي، انا اللي مشغول عليه اكتر اخوك سامح. وليه سامح بالذات يا بابا؟ ما هو يا ابني في الوحده اللي اشتبكت مع العدو في منطقه ممر مثله، الظاهر انها كانت معركه كبيره قوي. ان شاء الله خير يا بابا، ما تنشغلش. تلاقيك عاوز تاكل يا سامي. يا ريت يا ماما، انا الحقيقه ميت من الجوع. يا ترى مين؟ يا رب يكون حد من الاولاد. خليك يا ماما، انا رايح افتح. اهلا عم شفيق. السلام عليكم. ياه، ده حضرتك لابس لبس الميدان. ازيك يا سامي؟ الله يخليك. السلام عليكم. اهلا اهلا شفيق، اتفضل يا اخويا. ازيكم يا جماعه؟ ايه مالك يا شفيق؟ لا ماليش يا سيد. ليه انت بتقول كده ليه؟ شكلك مش طبيعي، في ايه؟ لا ما فيش ابدا يا سيد. انا كنت عاوزك في كلمتين كده على انفراد. ليه يا شفيق؟ في حاجه؟ لا ابدا، ما تيجي نشم هوا شويه. قوي يلا. لحظه البس. ده انا لابس. يلا بينا. خير يا شفيق، شغلتني. اسمع يا سيد، انا عندي لك خبر. ايه يا شفيق؟ الولاد مالهم؟ ابراهيم جرى له حاجه؟ انا عاوزك تمسك اعصابك، انت راجل مؤمن ودايما بيضرب بيك المثل. قول يا شفيق، في ايه؟ مين؟ سامح يا سيد. سامح ماله؟ مات؟ امسك اعصابك يا سيد، مش كده. سامح مفقود. ازاي يا شفيق؟ انا كنت في القيادة الصبح قبل ما اجيلك، وسمعت هناك الخبر ده. لكن ازاي؟ في معركة ممر مثله. تعرف المعركة هناك كانت شرسة جدا، خد دفعة رشاش. يعني استشهد. شد حيلك يا سيد اخوي. استنوا هنا دلوقتي. شويش مرسي يجي يشوفكم. يشوفنا يعني ايه يا حضرة الضابط؟ دلوقتي تعرف يعني ايه يا فندم؟ هو احنا لا مؤاخذة لصوص ولا مجرمين؟ انا مش عايز كتر كلام، دلوقتي هنشوف. يا شويش مرسي. عندي ما يبيع. الجماعة دول اعمل لهم محضر، مخالفين اوامر منع التجول، وخد عليهم تعهد. انا في المكتب لو عوزت حاجة. حاضر يا فندم. تعالى منك له. اقفوا هنا. تعالى نمرة واحد. مش جاي. بتقول ايه؟ تعالى هنا اسمع الكلام. ايه؟ الله لو عايزين. انت بتمد ايدك عليه. والله ده انا موديك في داهيه. اوعى يا شويش. سيبه يا شويش. انت كمان بتمسك فيا؟ يا نهاركم مش فايد. ما تيجي انت الثالث كمان معاهم يا اخوي. اجي لك يا شويش. يا ده ايدي تقدر تقول لي بقى يا ابراهيم ايه اللي انت عملته بالظبط؟ اديك خليتنا دخلنا معاك في الخناقه مع الشاويش، ودلوقتي الظابط جاي وطبعا هيحطنا كلنا في السجن. وهيفتشونا يا وحش ويظبطوا السلاح اللي معانا وتبقى كل حاجه انكشفت. انا عاوزكم بس تهدوا كده وتروقوا
علشان اعرف افكر بهدوء. دلوقتي يجي المأمور ولا المعاون وتعرفوا كل حاجة. اهو جاي اهو. معاكم مش كفاية اننا في حالة حرب والبلد مقلوبة؟ ها مين اللي اعتدى عليك يا شوش مرسي؟ الثلاثة يا بيه. الاولاني ده اللي اسمه عواد ده هو اللي ابتدى، وبعدين زملاته دول الاثنين انضموا له، عاملين لي رباطية يا بيه. طيب يا شوش مرسي، طيب سيبني معاهم شوية لو سمحت. حاضر يا بيه. ودلوقتي بقى انا عايز اعرف ايه حكايتكم بالظبط. اولا فين بطاقتكم؟ البطاقة يا فندم. ايه البطاقة؟ وريني. عواد علي عواد. ايوه يا فندم. اسمع يا عواد، انت ضربت الشاويش؟ ايوه يا فندم. طب ليه؟ ايه المناسبة انك تعتدي عليه وهو بيأدي واجبه؟ مش عارف يا فندم، هذا اللي حصل. مش شايف البلد عاملة ازاي؟ ده احنا كلنا بنحارب الانجليز اللي احتلوا بورسعيد. مش احسن نوجه طاقتنا دي كلها ضدهم؟ ايوه يا فندم، احسن طبعا. طب انا عندي اقتراح. ايه رأيك تروحوا انتوا الثلاثة للشاويش مرسي وتراضوه وتعتذروا له، وانا مستعد انهي الموضوع. والله فكرة هايلة، كتر خيرك يا حضرة الضابط. لو سمحتم، انا اللي ضربت الشاويش حضرة الضابط ومش مستعد اعتذر له ابدا، ولو شفت التاني هضربه. كده يا عواد؟ طيب انا افضل ماشي كده في الشارع احسن. ارجع البيت دلوقتي هعمل ايه؟ اروح اقول لسعادي ابنك سامح مش هيرجع تاني عشان اكسر قلبها. ذنبها ايه مسكينة؟ طب وانا كمان ذنبي ايه؟ محدش له ذنب. دي ضريبة الدم ندفعها لبلدنا لمصر. ايوه دي ضريبة وفرض. يبقى روح بقى، بس مش دلوقتي. خليني الف شوية في الشوارع لغاية ما اهدى خالص وبعدين ارجع لسعاد. اهدى؟ وهو انا عمري ههدى؟ يا عيني عليك يا سامح يا يعني مش هسمعك تاني تناديني وتقول لي يا بابا، وعمري ما هسمعك تقول لي صباح الخير يا بابا زي كل يوم. يا حبيبي يا حبيبي يا لا، انا لازم ارجع. بس تشوفني وانا في الحال اروح واقفل على نفسي بموت واعيط. لا 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 لا، مش لازم اعيط ابدا، لازم استحمل.